ويا ترى النقله التسويقيه الجايه هتكون على فين؟ لو ما شفتش اعلان البنك الاهلي المصري فانت فعلا فايتك كريتيفيتي فدادين. وده لان الوقت الحالي وفي 2025 وبعد التغيرات الهائله في التكنولوجيا والتسويق ووجود الاي اي في استعمال كل المعطيات دي بذكاء هينجح ناس كتير ويرجعهم بقوه لقدام تاني. ناس شبك مع فرق التوقيت، وده بالظبط اللي عملوه البنك الاهلي المصري في الاعلان الجديد، وهو المزج بين الماضي والحاضر باستعمال الذكاء الاصطناعي. عملوها بشكل انك تصدق ان سعاد حسني ومحمد عبد الوهاب موجودين في الاعلان صوت وصوره بجد كانه حقيقي، وكمان توجيه الرساله بتاعتهم للتارجت اودينس الصح بشكل ابداعي، ودي عبقريه. وفي الاعلان قدر يوصل لك الاجيال اللي هو بيستهدفها كلها، اللي هو من جيل سعاد حسني وعبد الوهاب اللي هو من 60 سنه وانت طالع، لجين اكس اللي هو جيل حمائي اللي عندهم 40 سنه، لحد الجيل اللي عامل دوشه وهو جين زد او جيل ويجز. انا تاريخي مالي الدنيا، عشان ياكد عليك ان هو احنا بنك قديم وعاصر جيل قديم، بس احنا مواكبين التطور والجيل الجديد. بس دي مش اول مره يحصل الربط ده بين الاجيال. من 9 سنين في اعلان رمضان لو فاكر عملتها بيبسي، واعتمدت على النوستالجيا اللي هي الحنين للماضي والاجواء الرمضانيه بين الماضي والحاضر. بس كان باين ساعتها ان كل حاجه مش طبيعيه، بس ساعتها قدرت تلمس مشاعر الناس. بس السنه دي وبالاي اي بحس ان سعاد حسني عايشه وكل حاجه حقيقيه. السؤال بقى يا ترى الاي اي مودينا على فين؟